بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في قناتكم الكرة تحت الضغط. النهاردة هنحلل مباراة النادي الأهلي وباتشوكا. طبعا أنا عارف إن الماتش ودي واللي نتيجة الماتش مش مهمة واللي الأداء مش لازم، بس إحنا بنحلل التحليل النفسي اللي هيفيد لعيبة الأهلي بعد كده وجهازها الفني في توجيه اللعيبة للأمور النفسية البسيطة اللي ممكن تأثر على نتيجة الماتش بتاعهم. عنوان الحلقة النهاردة شيء من الخوف. شيء من الخوف ده اسم فيلم عربي بطولة الأستاذ محمود مرسي والفنانة شادية. طب ليه أنا سميت الماتش النهاردة أو الحلقة شيء من الخوف؟ شيء من الخوف هو كان السمة اللي هي ظاهرة طول الشوط الأول. لو احنا استعرضنا النهاردة تشكيل النادي الأهلي، هنقول على اليمين كان محمد هاني، على الشمال كريم الدبيس، 2 مساكين داري ومصطفى العش، 2 في نص الملعب مروان وبن رمضان، قدامهم امام عاشور، على اليمين طاهر محمد طاهر، على الشمال بن شرقي، راس حربة جراديشار. يعني تيم فول تيم، مش تيم بس، فول تيم للنادي الاهلي. طيب لما نيجي نستعرض اللي حصل في الشوط الاول هنلاقي في الدقيقة 10 لحظة احراز الهدف في النادي الاهلي. اشرف بالشرقي ماشي ورا اللاعب، وقع وهو بيجري ورا اللاعب، قبله مروان عطية ما قطعش الكورة. الكورة اتعرضت داخل ال 18 معدية من أشرف داري داخل الجون. طيب لما نيجي نحلل نفسيا اللي حصل في الجون ده، لعيبة الأهلي التلاتة اللي أنا قلت عليهم دول واقفين مش مركزين في الملعب، خايفين. طيب التركيز ده أو قلة التركيز جاية منين؟ جاية للعيبة نازلة الماتش وهي خايفة. طب يا مروان يا أشرف يا داري، انتوا خايفين من ايه؟ طيب في الدقيقة 18، في الدقيقة 18 وعلى حدود ال 18 من ناحية الشمال من ناحية كريم الدبيس، باص في منتهى الغرابة لكريم الدبيس. الراجل راح انفراد بمحمد الشناوي، انفراد بروحين. طيب ايه المبرر للباص الخطأ ده؟ برضه خوف غير مبرر من كريم الدبيس. الخوف الغير مبرر خلى كريم ما عندوش اي تركيز. الراجل راح على محمد الشناوي بانفراد، صدها، رجعت من صدره حطها تاني، الشناوي طلعها. طيب في الدقيقة 35 برضه على حدود ال 18 مصطفى العش مش عارف يلم الكورة على حدود ال 18، كانت كورة عالية برضه من الخوف. في الدقيقة 38 الإيجابية الوحيدة في الشوط الأول تسديدة كريم الدبيس. الحاجة أو راجل الشوط الأول من وجهة نظري محمد الشناوي. ليه راجل الشوط الأول؟ احنا اتفقنا احنا ما بنحللش كورة. محمد الشناوي واقف على رجله، محمد الشناوي عنده ثقة في نفسه، محمد الشناوي عنده شخصية، محمد الشناوي مش خايف من حد، ومش خايف من فرقة باتشوكا، ومش خايف من التقييم، عكس كل لعيبة الشوط الأول. ال10 لعيبة بتوع الأهلي في الشوط الأول كلهم خايفين من الماتش، كلهم ما عندهمش تركيز. ولكن أنا عندي رسالة لإمام عاشور في الشوط الأول. يا إمام أنت ما أنتش شغال بنا ومناول. يا إمام أنت لعيب كبير، أنت بتنزل الملعب وعاوز تعمل كل حاجة في الكورة. لا مش هينفع، قراراتك كلها غلط في الملعب يا إمام. ليه؟ لأن أنت عاوز تعمل كل حاجة. يا إمام لو سمحت خد قرار قبل ما تستلم الكورة. يا إمام فريق الأهلي فريق جماعي ما بيعتمدش على لاعب واحد. العب مع زمايلك لأن أنت مستواك أحسن من كده بكتير.
ده كان الشوط الاول. لو انا حطيت بقى عنوان للشوط الثاني هنقوله التحرر من الخوف. ودي البصمه الوحيده اللي ظهرت للمدرب. انا واثق ان المدرب نزل بين الشوطين وهو بيقول التغييرات اللي هتنزل الشوط الثاني، قال كلمه واحده بس: يا جماعه العبوا الكره بتاعتكم، محدش يخاف، باصي، ده ماتش ما فيهوش مكسب وخساره، احنا بنجرب بعض وبنعيد لياقتنا البدنيه تاني. تقريبا الراجل في الشوط الثاني غير كل غير 11 على فترات طبعا من الشوط الثاني. طيب ايه اللي احنا شفناه في الشوط الثاني؟ يعني تقريبا من الدقيقه 56 بدأ النادي الاهلي يمسك كوره، يبقى فيه باص في نص الملعب، يبقى لنا شكل. ولكن جون الاهلي جه في الدقيقه 49، ما كانش لنا برضو لسه شكل، ما كانش في الدقيقه 49 لنا اي شكل. جون تريزيجيه، تمريره حمدي فتحي، تريزيجيه دخل ال 18، حط الكره على شمال الجون. انا لما نيجي نسمي جون تريزيجيه هنقول شخصيه حمدي فتحي وشخصيه تريزيجيه. كان لسه ادائنا باهت وما كانش عندنا برضو اللعب الجماعي. بدأ اللعب الجماعي تقريبا بتاعنا من الدقيقة 65 زي ما قلت. بدأ يبقى لنا شكل نوعا ما في الماتش. طب بدأ يبقى لنا شكل ليه في الماتش؟ لأن زي ما قلت الراجل قال بلاش خوف، العبوا الكرة بتاعتكم. فبالفعل اللعيبة اللي نزلت الشوط الثاني تحررت من الخوف عن لعيبة الشوط الأول. أنا من وجهة نظري الاتنين مساكين أحمد بيكام وياسر إبراهيم نفسيا وشخصيتهم في المباريات او في الماتش اللي فات دوت، عشان نبقوا منصفين، افضل من داري ومن مصطفى القش. حمدي فتحي وديانج في نص الملعب شخصيتهم كانت اقوى من بن رمضان ومن مروان عطيه. تريزيجيه ناحيه الشمال اقوى من بن شرقي. على اليمين طاهر او الشحات مش فارقه. طبعا انت ما عندكش راس حربه غير جراديشار. الشوط الثاني ممكن نقول رجل المباراة هو تريزيجيه. رجل الشوط الثاني هو تريزيجيه، ولكن كون اللي هو تريزيجيه يرجعنا للماتش تاني فهو رجل المباراة من وجهة نظري النادي الأهلي. تاني هقول للنادي الأهلي لغاية امتى هيفضل عندنا عقدة الخواجة؟ ليه احنا دايما بنخاف من الكرة العالمية؟ يا جماعة انتوا سكواد مفيش زيه في قارة افريقيا كلها. انتوا لعيبة كلكم عندكم شخصيات وشخصية قوية وعندكم ثبات انفعالي ولعبتوا كم ماتشات تديكوا خبرة تلعبوا اي ماتش دولي. احنا ما احناش لعيبة صغيرة عشان لسه خايفين من تقييم المدرب او من تقييم الجمهور او خايفين من ماتش ودي. العب لعبك، انت خايف من ايه؟ النادي الاهلي كبير، ولكن احنا هنفضل لغايه امتى خايفين من الفرق العالميه؟ عشان تستمتع بكرة القدم وتفوز بكرة القدم العب كورتك. والله انا مش عارف بعد الكلام اللي انا قلته دوت يعني انتوا مع وجهة نظري ولا بتخالفوها. يا ريت والله تكتبوا لي في الكومنتات انتوا شايفين ايه، وهل فعلا لعيبه النادي الاهلي كانت خايفه وده خلى التركيز بتاعهم يقل؟ اكتبوا لي في الكومنتات.
شير ولايك وسبسكرايب، واتمنى ان انتوا تزودوا الشير، يمكن صوتنا يوصل للجهاز الفني ولاعيبه الاهلي ويتحرروا من الخوف الزائد اللي عندهم ده. وفي رعايه الله.